حبايبي، سلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله رب دايما تكونوا بالف خير. قبل اي حاجه نذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض العكوه اللي هي بتبقى دايما اللي هي دي للجاموسه او دي للعجل بمعنى اصح. دوت عندي كده، هو بيجي كده سليم، بس اللي هو الجزار بيقطعه بكده بيفصله من بعضه. هبدا انا طبعا غسلته كويس جدا. هبدا اقطعه القطع اللي هو فاصلها ديت على قد ما هو فاصلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، قطعيه كده القطع اللي هو مقطعها، عشان طبعا هو ده فيه عظم، فانت لا هتقدري تصغري ولا تقدري تكبري. هو كده فاصلها لك، انت تسلكيها كده بالسكينه. بتبقى قطع كده، بيبقى طعمه جميل جدا، وهو باين ان هو سمين بس هو مش سمين، هو احمر وجميل، بس هي بس ايه الجلده اللي على الوش دي، انما من جوه هو احمر وجميل جدا جدا. بيتعمل بطريقه ظريفه قوي. طبعا احنا هنقول بقيه المقادير معانا: طماطم وكم بصلايه كده وبطاطسيتين وكرفس وبصل وملح وفلفل، وورق لورا وحبهان ومستكه وشويه التوابل اللي هي بتاعه الشوربه. انا كده قطعته وفصلته من بعضيها. هروح بقى ايه هاخد حته سمنه صغيره كده، مش كتير قوي طبعا، عشان هو ايه ممكن يكون فيه دهون برضو. مش هكتر السمنه. هكون مسخنه الحله كويس جدا جدا. لازم تسخني الحله كويس وتسخني السمنه، لان احنا عايزينه ياخد صدمه فينزلش ميه. انا عايزاه اشوحه كده ما يكونش فيه ميه خالص. تمام، زي ما انت شايفه كده الحله سخنه بتطلع دخانه اهيت، والماده الدهنيه سخنت فيها. فانا لما تنزل عليه كده هوت اللحمه تنزل عليه كده، ما تنزلش ميه خالص، وتاخد لون ايه ذهبي كده شويه. انا بقى طبعا مش هقلب فيها كتير عشان ايه ما تنزلش العصاره بتاعتها. بصوا، مجرد ما اتحطت خدت لون ازاي، ما نزلتش ميه خالص. طبعا الاول مره يشوف القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويدوس على الكل عشان يجيله اي فيديو انا بنزله. اعملوا لايك للفيديو يا جماعه، حطوا لي لايك للفيديو. اتمنى من ربنا يا رب ان شاء الله باذن الله كل اللي دخل قناتي شرفني وارحب بيه، وربنا ان شاء الله باذن الله يوفقنا جميعا ونكبر كده مع بعض بامر الله. حط لايك للفيديو كده. انا هحط بقى ايه البهارات بتاعه اللحمه اللي احنا قلنا عليها: فلفل اسود وبصل وطماطم ورق لورا حبهان مستكه، فصين كده اللي هو المسمار اللي هو القرنفل، بيدي ريحه حلوه جدا وبيضيع اي زفاره من اي لحمه. حطيها دايما في اللحوم، في الفراخ بتبقى جميله جدا. ما بيطلعش ما بيبقاش فيه زفاره خالص في الطيور او في اللحمه عامه. بصوا اللحمه ما نزلتش معايا ولا نقطه ميه، عشان انا معليه النار وفي نفس الوقت ايه الحله سخنه والماده الدهنيه سخنه، ما نزلتش ميه معايا خالص. بصوا زي ما انت شايفه كده، كده هي محتفظه بالعصاره بتاعتها جواها، فهتبقى طريه وتبقى حلوه. بصوا بصوا ما نزلتش ميه خالص. بسم الله ما شاء الله. حطي لايك للفيديو يا قمر. يلا. كده بقى انا هحط ايه ده كان كرفس عندي انا مفرزاه في الفريزر، بيعمل ريحه حلوه جدا جدا لاي طيور او لحوم بتسلقيها. الكرفس ريحته في منتهى الجمال، ريحته حلوه جدا جدا جدا. انا كده بقى ايه مسخنه ميه في الكتل، فانا هزودها ميه سخنه يا جماعه. ميه سخنه تزوديها ميه سخنه عشان ايه تستوي كويس. بصوا الميه سخنه نازله عليها وهي سخنه جدا طبعا، فكده مش هتطلع اي حاجه منها. بصوا ميه سخنه نازله عليها كده. افضل حاجه ان انت تزودي اي حاجه بتسلقيها كالطيور او اي حاجه او لحوم، تزوديها ميه سخنه. بصوا بقى، بصوا الكرفس اهوت فاكك اهوت، والطماطمايه والبصلايه وورق اللورا وكل التوابل فيها. هغطيها بقى ووطي على اول لما تغلي هوطي عليها. طبعا احنا عارفين ان العكوه بتحب البصل، في ناس يحبوها ببصل بس، في ناس يحبوها بصل وبطاطس. احنا بنحبها بصل بطاطس عشان تتغمس مثلا او تتحط جنبها رز او حاجه. هحط شويه بصل كده، هقطعه زي ما انت شايفه كده طرنشات رفيعه. لازم تقطعيه طرنشات رفيعه مش متخرط، قطعيه كده ايه دواير كده، بس ايه لحد ما تكون ايه رفيعه شويه عشان تدبل معاكي بسرعه، ما تبقاش تقرش كده في الاكل. ماشي، انا مقطعه بطاطس والطماطم هقطعها برضو معاكم دلوقتي. بصوا البصل انا عايزاه حلقات بالشكل ده. طبعا انا سايبه اللحمه هيك استوت خلاص. بسم الله ما شاء الله، دابت خالص، دايبه دوب كده، بس خليت فيها ايه سنه كده نحطها مع الايه مع البطاطس. جميله يا دوبك هتاخد سوا البطاطس وخلاص كده شكرا، وهتبقى زي الفل. حله بقى كده وفيها برضو نص معلقه سمنه او معلقه سمنه زي ما انت عايزه، وحط بقى البصل كده. بصوا شويه البصل دول بقى احنا عايزين مش هنكرمله، احنا هندبله بس. انا مش عايزاه متحمر عشان خاطر ما يدوبش.
لو اشتكيتي عليه في السوا هيدوب منك، لكن انا عايزاه ادبله بس يدبل وفي نفس الوقت يبقى طري. مش هحمره قوي ولا هخليه يتكرمل خالص، لا انا مش عايزاه يبقى غامق، انا عايزاه يدبل كده عشان يبقى ايه باين في الوصفه. كده انا دبلته اهو بالشكل ده، يا دوبك بس ايه يطرى كده، انا مش عايزاه احمر. بعد كده بقى انا طبعا مقطعه البطاطس مكعبات، هحط كده البطاطس ايه تتغلف كده مع تاخد لها تقليبتين يعني كده مع البصل كده اهو. بصي قلبي كده بحيث ان البطاطس ايه تاخد من الماده الدهنيه كده وتاخد من طعم البصل كده، تقلبيها كده في قلب بعضها. تمام، قلبي 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 كده تشويحتين بس كده. بطاطس طبعا عارفين البطاطس الجديده دلوقتي ما بتاخدش سوا، وجميله جدا وزي العسل زي السكر كده، جميله جدا. هحط بقى اللحمه بتاعتي كده مستويه وبسم الله ما شاء الله، هي بصوا محتفظه بكيانها ازاي، بصوا ولا فيها نقطه ميه ولا فيها جميله ناشفه كده من الشوربه، في منتهى الجمال. هقلب برضو كده معاها كله، انا عايزاه كله يتمزج في بعضه كده وياخد من طعم بعض. بصوا ايوه نقلب كده بحيث ان احنا ايه كله يتقلب في بعضه والبصل يخش كله جوه المكونات. طبعا انا مقطعه الطماطم مش مكعبات، يعني اصغر شويه من المكعبات عشان انا مش عايزاها دايبه كده، انا عايزاها تبقى باينه كده في الطاجن وماسكه نفسها. بس طبعا مش هنقعد نقلب كتير عشان ما تتهريش معاكي. هحط بقى الملح بتاعي اخر حاجه، الملح اخر حاجه تحطيه الملح. ظبطي الحدق بتاعك. تمام اهو. أو اهم حاجه بقى في الموضوع ده كله جوز الطيب، حته بشره جوز الطيب كده ما تكتريش، بس بتدي ريحه بقى في منتهى الجمال للعكاوي، حلوه جدا جدا للعكاوي لازم تحطيها. دي شويه بابريكا كده قلت احطهم برضو، بتدي لون وطعم حلو قوي قوي للاكل. بحب اضيفها يعني شويه بقى 7 بهارات، دي اضافه كده كده عشان طبعا احنا حاطين خضار وحاطين طماطم، فلازم ايه تطعمي وتبهري الاكل كويس اهو. واقلب كده بالحله كده في قلب بعضها. لا اله الا الله. وشويه زودت ميه سخنه بقى، زودت ميه سخنه كده. كل ما تزودي الميه السخنه احلى واطعم من ان تزودي ميه بارده. طبعا الشوربه بتاعتها انا ما رضيتش احط الشوربه بتاعتها، انا كانت سمينه ولا حاجه شويه ما تبقاش الاكله دسمه قوي وتجزع كده. حطيت ميه سخنه كده وهقلب بقى كده اهوت، وهاخدهم غلوتين 3 كده. طبعا انا مشغله الفرن وحاطه فيه الطاجن بتاعي عشان لازم الطاجن يكون سخن عشان ما ينزلش ايه الاكل ينزل في الطاجن بارد فياخد وقت شويه في التسويه. لكن انا مشغله الفرن مسخناه وحطيت فيه الطاجن سخنته. وتنقلي بقى ايه الحاجه فيه. بصوا انا هدخله بقى الفرن يسخن شويه. معايا الطاجن ساخن اهوت، هنقل بقى فيه اللحمه. بسم الله بسم الله، صلوا على النبي يا جماعه كده، صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. نذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. حط كده الايه البطاطس والصلصه بتاعتها كده. هي مش صلصه، هي الصوص اللي نازل منها ده، انا مش عايزاه يبقى فيها صلصه، انا عايزاها تبقى بس طريه شويه. اشهد ان لا اله الا حد جايب في سيرتي. هنعمل بقى مع شويه رز بشعريه كده مع بعض. شويه سمنه وشويه زيت. ما تكتريش طبعا الماده الدهنيه، شويه شعريه، انا بحب الشعريه كتير في الرز بيبقى شكلها حلو وطعمها احلى طبعا. حطي شعريه زي ما انت عايزه، لكن انا بحب الشعريه كتير في الرز بيبقى طعمها جميل جدا وبتخلي طعمه حلو. يلا شويه كمان عشان عيونكم. اللي وصل معايا لغايه دلوقتي وما حطش لايك للفيديو حط لايك، تشرفوني بالاشتراك في القناه ودوسوا على كلمه الكل وتفعلوا الجرس عشان يجيلك اي فيديو انا بعمله. هنحط بس شويه ملح صغيرين كده للشعريه عشان الشعريه طبعا احنا عارفين الملح هيوحد اللون بتاعتها، بتاعت الشعريه ما تبقاش واحده لون وواحده لون. لما نحط شويه ملح كده على الشعريه وهي بتتحمر بتظبط لون الشعريه. تمام كده. قلبي كده الشعريه، مش عايزاها لونها ذهبي، انا عايزاها لان طبعا الشعريه بعد ما تحط في الرز ويستوي بترجع تفتح شويه، فانت لا تغمقيها قوي ولا ايه تفتحيها قوي، اللون المعقول كده اللي تحبيه. وانا طبعا غسله الرز وبصفيه، صفيته كده في الشفشق دوت، الصفايه دي بتاعه الرز اهو.
لازم تقلبي الرز في الشعريه كده علشان خاطر الرز يتغلف كده بالماده الدهنيه اللي في اللي مع الشعريه. تقليبتين كده، ماشي. ايوه كده. متنسوش شويه الملح اللي احنا حطيناهم في الاول عشان ما تزوديش الملح ويطلع معاكي الرز حادق. اوعي تنسي ان انت حطيتي في الاول خالص شويه ملح. هنحط بقى الملح المظبوط بتاعه، وتوقي ايه لما تزودي كده الميه، دوقيها كده وظبطي الطعم بتاعها وظبطي الحدق بتاعها. بصوا سهل وبسيط وجميل جدا، والرز بشعريه حلو وخفيف، طعمه بيبقى جميل قوي. قلبي 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 ودوقي بقى طبعا الحدق بتاعه، ظبطي الحدق بتاعه. طبعا عبال اللي احنا عندنا الطاجن في الفرن كل حاجه الى حد ما مستويه، هو ياخد بس ايه، ياخد ويدي كده مع نفسه في الفرن عشان كل الطعم ياخد من بعضه وخلاص. يعني نص ساعه بالكتير او ربع ساعه بالكتير ونصفي عليه اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى الجمال، بصوا حاجه تفتح النفس ازاي. بصوا بصوا الجمال والطعامه. شفتوا الالوان بقى جميله ازاي، القطه محتفظه بقوامها ازاي، البطاطس لونها جميل. وادي اجمل رز بشعريه اهو. ادي الرز بشعريه اتعمل ما خدش معانا وقت خالص. بصوا جميل جميل جميل، اكله تفتح النفس وسهله وبسيطه ومش سمين. ايوه تفكري ان هو سمين، لا مش سمين، ده من جوه لحمه بقى. طعمه اللهم صل على النبي، طعمه في منتهى الجمال. بصوا الجمال بقى. بصوا بصوا البطاطس مش مهريه ولا الطماطم مهريه، الاكل مستوي جدا وريحه الاكل بقى والله بجد بجد طعمه وريحته في منتهى الجمال. ريحته حلوه جدا جدا جدا، طعمه جميل جميل. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوا العكاوي بالطريقه دي، هتعجبكم جدا، سهله وبسيطه. وهاتيها وما تخافيش، ما بتاخدش سوا كتير وطعمها حلو جدا، ومش قادره اقول لك قد ايه ريحتها جميله. بصوا عامله ازاي. وادي الرز جميل، غرفنا الرز اهوت. بص الرز وجمال الرز، بصي ولفت بقى، واللي عايز ياكل بعيش ياكل، واللي عايز ياكل خضار كده على الرز ياكل. طعمها جميل وشكل الاكل جميل. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم وتجربوا الكعكاوي والرز بشعريه كده بطريقتي واتمنى من الله ان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على كلمه الكل يجيلك كل فيديو جديد ينزل. ان شاء الله باذن الله. اتمنى من كل قلب ان الفيديو يعجبكم وما كنتش تقلت عليكم خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.